التفسيرات الآتية يعتبر سببا لاختلاف التركيب الكيميائي بمعدن ما في عينة أخرى. يعني إيه اللي هي التفسير اللي يخليه الاختلاف التركيب الكيميائي؟ ليه؟ بسبب حدوث إحلال جزيئي. يعني إيه إحلال جزيئي؟ الأيونات العناصر التي لها نفس الحجم، التي لها الحجم نفسه والشحنات الكهربائية نفسها. إيه الكلام الكبير العالي ده؟ يعني الاثنين نفس التركيب، الاثنين نفس التركيب، بس ليه هنا اختلف عن التركيب المعدني هي عن التركيب هنا، مع ان نفس المواد نفس العناصر. يعني هنا مثلا هدي مثال، الجرانيت والمايكرو جرانيت. الجرانيت والمايكرو، الجرانيت جوفي في الاسبار ومايكرو كوارتز حجمه كبير، المايكرو جرانيت في الاسبار ومايكرو كوارتز ولكن حجمه صغير. الشحنات هنا غير الشحنات هنا، الطاقة الكهربائية هنا لو هيوصل الكهربائية غير هنا. يعني الشحنات هو فيها كهرباء؟ قال لك أي حاجة. المية دي متعادلة كهربائيا، يعني فيها شحنة موجبة جزئيا وسالبة جزئيا. عشان راح من السؤال ده هو بيقول لك حدوث إحلال جزيئي الأيونات المعادن العناصر، في إحلال بيحصل انحلال، بننحل بتنساب. نكمل. الشكل المقابل يمثل باللورات هنكمل أحد الأنظمة. ماشي دوت كده احنا معروف هو شكل معين لغايه يعني لغايه بس مفيش عندي معين، هو المفروض انه يبقى معين بس مش هنتكلم حاليا. بيقول لك ايه؟ الزوايا كلها يعتبر مختلفين الا زاويه واحده اللي هي الزاويه 90 دي الزاويه الوحيده المظبوطه، والاطوال مختلفه. يبقى مين؟ يبقى احاد الميل. حتى انت لو جيت تكتب المدرسه هتلاقي الشكل ده بالذات احاد الميل. نكمل. إذا علمت أن طول المحور A نصف طول المحور B وضعف طول المحور C والمحاور متعامدة، ماشي، فاصلة إيه؟ سيبك من الكلام ده كله. بيقول لك دلوقتي A ما بيساويش B ما بيساويش C، حلو، لكن الزوايا متعامدة عن قد بعض. طب الزوايا المتعامدة والأضلاع مختلفة يبقى مين؟ يبقى معاين القائم. ما أنا قلتها امبارح، معاين القائم أطوال مختلفة زوايا متوافقة. من المعادن التي استخدمها الانسان في صناعه مواد البناء. مواد البناء معروفه بقى من غير اول الترم، ما تقوليش الاوليفين ما سمعناش عنه، السفلوريت ما سمعناش عنه، الانهيدرايت جبس ملوش لازمه، لكن الوحيد اللي في مواد البناء الكالسايد. نكمل يا شباب عشان النهارده عايزين نلم اكبر قدر ممكن ان شاء الله الاسئله. في شكل البيان المقابل المحور الرأسي يمثل النسبه المئويه، ماشي. العناصر المكونه للصخر A وB C ماشي، أ ب ج على الترتيب، حلو. هنا بص نسبة ألف 20 25%، ب 50%، ج 40%. يعني كل النسب عالية. النسبتين اللي هو نسبة ب وج عالية. ودي صخور، لأن معادن في الصخور. فلما يكون عندي معدنين، أنا دلوقتي بديك مثال، هل هي الصوديوم عالي؟ هل المغنيسيوم عالي؟ لا. هل الكالسيوم عالي؟ لا. لكن الإجابة المفروض لو قلت مغنيسيوم، المغنيسيوم من عالي، رقم ألف عالي، ماشي. طب إيه؟ ده عالي جدا. فأقول أعلى حاجة تبقى مناسبة مع المغنيسيوم مش الألمونيوم، الألمونيوم عكسه الحديد. طب واللي متوسط يبقى مين؟ اللي ما بين الحديد وما بين المغنيسيوم الكالسيوم. يبقى إيه رقم ب؟ ودي في الصخور الحامضية. نكمل. الفوارق في القطاع المباشر ناخدها واحد واحد. رقم ألف، بص ألف أهو، ده الحائط العلوي، ده الحائط العلوي اللي هو على اليمين ده. طب الحائط العلوي نزل، علوي نزل، يبقى إيه؟ علوي ونزل يبقى عادي. طيب علوي نزل يبقى عادي، علوي طلع معكوس، تاني علوي طلع معكوس، علوي نزل عادي، معكوس اهي، شوف علوي نزل عادي، علوي طلع معكوس، ادي بقى الف عادي. لو ب الحائط العلوي اهو، الحائط العلوي اهو بردك اللي هو على جنب اليمين بالنسبه لي اهو، مشاور بالسهم اهو، دوت علوي ولا سفلي؟ ده علوي طلع يبقى معكوس، يبقى ألف عادي وب معكوس.
نكمل ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. أمامك منكشف أفقي تركيب تكتوني ماشي، والحروف A B C تمام، عصور جيولوجية تمام. فكانت الحفريات في العصور على الترتيب: A سيلوري، B ديفوني، C كربوني، وحسب حسب تكرار ليهم تاني. هل طيب محدبة؟ ايه اللي جاي محدبة؟ محدبة لازم يبقى فيه تكرار افقي مش راسي. هل فالق؟ مفيش كسر. هل فاصل؟ مفيش كسر. الوحيدة اللي طيب موقفنا معانا طية مقعرة. مقعرة ليه مقعرة؟ لأن الأقدم المقعرة عاملة كده يا شباب، المفروض الأحدث في النص، وفعلا أحدث حاجة في النص، عشان كده هو إيه؟ مقعرة. نكمل.